كنت فاكرة إن الصمت أذكى حل، كل ما يصرخ أو يغضب أقول لنفسي اسكتي عشان تعدي الليلة بسلام. كنت أضحك قدام الناس وأقول الحياة ماشية، لكن الحياة كانت بتتسرب من بين إيديا. الخوف كان بيكبر جوايا كل يوم، زي شجرة بتتغذى على دموعي. كل مرة كنت بسكت كنت بديله تصريح إنه يكمل. في يوم رجع البيت متأخر، صوته عالي وخطواته تقيلة، صرخ كنت فين؟ رديت كنت بجيب طلبات للبيت. بصلي وكأنه بيفتش عن أي غلطة. يوسف ابني كان ورايا ماسك طرف هدومي، عينيه بتترجاني احميني يا ماما. ساعتها حسيت إن الموضوع ما بقاش عني بس. لو سكت النهاردة بكرة ابني هيصدق إن ده الطبيعي، هيفتكر إن الرجولة صراخ وإن الحب خوف وإن البيت جدران بتخبي الألم. وقفت بصيت له بعين ثابتة لأول مرة وقلت كفاية مش هسكت تاني. يمكن اللحظة دي كانت أصعب قرار في حياتي، لكنها كانت أول خطوة إن أرجع لنفسي حقي وأرجع لابني أمانه. لو انت او انتي عايشين في نفس الدايرة اعرفوا ان السكوت مش امان وان الخوف مش حياة. كسر الصمت مش ضعف، دي شجاعة ودي بداية الطريق.